احنا النهاردة مع حضراتكم في حلقة جديدة من حالات مؤسسة فذكر. فقدت زوجها وقام على خدمتها ورعايتها والإنفاق عليها ولدها، ثم مات أثناء العمل ونحسبه والله حسيبه من الشهداء. اتكهرب أثناء عمله وترك 3 أولاد في مراحل التعليم المختلفة، وترك أمه وترك لها حمل وعبء كبير. تعالوا بينا نشوف الحاجة ونتعرف عليها ونشوف حياتها وعايشة ازاي وبتاكل ازاي وبتصرف ازاي، وازاي قدرت ان هي تعلم الأولاد دي وتدفع بيهم في المدارس على الرغم من صعوبات الحياة. ازيك يا حاج؟ الله يسلمك يا حاج. أخبار حضرتك إيه؟ والله أخباري حلوة يا حاج، بس أنت شايف الحالة هي وبربي 3 يتامى. حاجة أنت يعني قبل وفاة ولدك كنت بتبني البيت، بعد وفاته أنت ما قدرتيش تعملي حاجة؟ ما قعدتش أعمل حاجة خالص، تبى أجيب منها مش لاقي حد، أقول لفلان اديني ما حدش هيديني، لا يديني مرة مش هيديني التاني، وراء مين قلت أديني قاعدة أنا وولاد ابني ويروحوا الحمد لله يا ربنا يدينا كل حاجة، راضية بحكم ربنا، وأنا الحمد لله على اللي يدوه لي ربنا، أنا راضية بوك. ربنا يرضيك ويرضى عنك. الحمد لله. احكي لنا حاجة طيب، أنت بتاكلي ازاي؟ بتشربي ازاي؟ والله يا حاج، وهل في معاش تكافل أو في حاجة؟ العشطة والله العشطة حطهم في الحل، اشتراك والله اللي اشتراك بستنى عليه لحد ما اجيب. ما عندكيش أي أكل تاني غير الحمد لله والله ما فيها الا العيش، ونجيب شوية المشي نشحتهم من الجيران وده احنا بناكل. تاخدي أي معاش ولا أي؟ باخد 1500، بحط منه الكهرباء والغاز واجيب انبوبة، اشوف الانابيب غالية برضه. ونحن في هذا الزمان يعني وفي هذا الغلاء نناشد أصحاب القلوب الرحيمة، هذه الأم وهؤلاء الأيتام ليس عندهم طعام إلا العيش. قلت لي إن أنت بتطلع تشتغلي على أعمل أتبي حاجة، الأولاد دول. بروح إن كان عنده جيراننا حدا شغل ولا حاجة بروح أقول له ما أروح ما. طب يا حاج، أنا شايف إن عندك السقف هنا من الجريد، إزاي عايشة يعني إزاي بتنامي في البرد القارس وأنت ما عندكيش سوى بطانية أو لحاف قديم؟ بواجه البرد بقيده والله بقيده، بولح هنا وجيت هنا عشان أدفي ولاد ابني، والله ما بتحرك من البيت دي وبيت فيه واجيت فيه ليل ونهار. طب الأيام الماضية كان في أمطار، عملتي إيه في المطرة في البيت؟ المطر أعمل أتنقل عند جيران، والله بتنقل عند جيراننا وأسيب كل حاجة زي ما هي. حاج أنا مش شايف معلش أنا مش شايف ثلاجة ولا شايف غسالة. الحمد لله يا حاج، الحمد لله، أغسلهم على يدي وأحمد الله عليهم، أحمد الله عليهم، الحمد لله على اللي يدول لي ربنا. والله العظيم كنت عاوز أعمل حاجة لعينيا، والله حتى القطرة ما طايلة أجيب، والله. أنت عينيكي تعباكي؟ عينيا تعباني وجعاني، كشفت لها أعطاني جاز جزايز دواء، جاز جزايز قطرة، طب والله ما قدر أجيبه، من كانوا ب45 جنيه ما قدر أجيبه. تغسلي هدومك فين؟ بغسل على يدي، برضه على يدي والله بدي، أغسلهم على يدي وأجي نشرهم الحبال. انت نفسك في ايه طب يا حاجه، وامنيه حياتك ايه؟ تطلبي ايه من المشاهدين ومن اهل الفضل؟ والله يا حاج اللي يشر من ايدكم يكفوا، ان عملت لي القطان ده لضروده من عند الله وحمد ورضا، انا اللي تجيبوا لي. نناشد اهل الفضل واهل الخير، واذكرهم واذكر نفسي اولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني طلبات الحجة مش كتيرة، هي محتاجة بس سقف، مكان هذا السقف عشان يسترها من البرد ويحميها من الأمطار، محتاجين لها غطاء في هذا الشتاء القارس وهذا البرد القارس. زي ما حضراتكم شايفين السقف محتاجين نسترهم على الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. محتاجين نسقف لها دورة المياه، الحمام أعزكم الله، علشان تبقى مستورة عن أعين الناس من الجيران، وتبقى يعني في أمن وأمان في بيتها. إلى أن أراكم في حلقة جديدة ومع حالة جديدة من حالات مؤسسة فذكر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.